حيث المؤتمر الصحفي للمنتخب المغربي قبل مباراة هايتي، الحضور محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي وكذلك منير محمدي الحارس الثاني لمنتخب المغرب. إلى هناك. لعلنا نعم سوف نتأهل إلى أن نحقق الفوز في المباراة التالية. شكرا جزيلا. ننتقل إلى السؤال التالي. مرحبا سيد مهبي. المباراة الثالثة بحكم أننا كنعرفوا أن البطولة مازال طويلة. Salam alaikum. Des nouveaux joueurs. Non, on va prendre des joueurs des 26 sélectionnés. جدد ليس عندنا. أنا سوف أستعمل اللاعبين الموجودين في القائمة 26 لاعبا جميعنا نعلمهم، وكما سبق وقلت في المؤتمر الصحفي السابق هدفنا هو الفوز في المباراة. هذا هو هدفنا الوحيد، وبالتالي علينا أن نضع التشكيل الأمثل والأفضل، وهذا الأمر وهذا الفريق سوف يتكيف في مواجهة خصمنا. هذه مباراتنا الثالثة. نحن كنا محظوظون لأننا تأهلنا. لم هناك الكثير من الحظ لعب دوره، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان حالة الطقس وغيرها من العوامل، ولكن اللاعبون جميعا بحالة بدنية لائقة. عندنا التشكيل الأولي من 11 لاعبا، اللاعبون لا يعلمون، ولكن علينا أن ننتظر ونرى كيف ستكون التشكيل عليه غدا. سؤال أود أن أتحدث عن ماكينلي من هولندا والمغرب، لعلها سوف تواجه هولندا. ماذا عن دياز؟ أنت تستعمل تمريرات قصيرة، ودياز هو الذي منح التمريرتان الحاسمتين. هل تظن بأنكم ستكون أداؤك أفضل في المركز العاشر؟ الإجابة على السؤال الأول لا داعي للقلق. هذا حكم احترافي، والحكام الفيفا يعلمون ما الذي يفعلونه. نحن نعرف الإحصائيات، نحن نعلم بأنه لن يكون متحيزا، نحن على ثقة بأنه لن يكون عندنا أي مشاكل. إنه حكم جيد جدا صاحب خبرة طويلة، وبالتالي نحن نشعر بالثقة، نحن نؤمن بقدراته. أما فيما يتعلق بمركز إبراهيم دياز، تكلمنا عن هذا الأمر سابقا. عندنا الكثير من اللاعبين الذين يحتلون المركز العاشر، وفي جعبتنا هنا عندنا أكثر اللاعبين الذين يمكن أن يلعبوا في هذا المركز، ولكن دياز قادر على أن يلعب في أي مركز في أي مكان في الملعب، ولكن علينا أن نرى كيف ستكون خياراتنا. ولكنهم حقق تمريرتين حاسمتين من الجناح، ولكننا نراه كثيرا كذلك لا يلتزم بمركزه، إذ أنه يتنقل بين المراكز المختلفة. ولكن اليوم علينا تحقيقه هو تحقيق التوازن المناسب. غدا سترونه في المباراة، وهذا الأمر ينطبق على كافة اللاعبين. مرحبا. أكيد ما كاين حتى شي ماتش سهل في المونديال. كنتظركم مباراة كبيرة وصعيبة أمام منتخب هايتي. الفوز غدا هو الهدف الأول، ولكن كاين هدف ثاني هو إنهاء المجموعة في الصدارة. كيفاش كتحضروا اللاعبين نفسيا لهذه التفاصيل هذه؟ واش أن خاص المنتخب الوطني المغربي يدخل ويسجل أكبر عدد من الأهداف ما غاديش يشكل شوية ضغط على اللاعبين؟ واش كاين هدف أول وهدف ثاني؟ شكرا. ليس هذا ضغطا إضافيا؟ نعم، من الأهمية بمكان أن نحضر اللاعبين، لأن هذه مباراة في كأس العالم. إن سألتم هيتي عن أفكارهم أنكم ستقصون كيف سوف تستعدون للمباراة، بالتأكيد سوف يتمتعون بدافعية عالية وحماسة عالية، لأن هذه كأس العالم وهذه النقطة يسعون إلى تحقيقها، والأمر ذاته ينطبق علينا. نحن في كأس العالم نريد أن نفوز ونكون في المركز الأول في مجموعتنا. هذا هو هدفنا. هدفنا هو أن نفوز في المباراة. إن لم يكن الهدف الفوز في المباراة فإن هذا الوضع سيكون مؤسف، لأننا كنا هنا وتناقشنا حول فرق في الأهداف. ولكن أولا علينا أن نفوز في المباراة، بعد ذلك سوف نرى سياق الأشياء. أولا علينا أن نركز على المباراة، لن نغير أي شيء. عندنا ذات المهمة التي علينا إنجازها ونفس الدافعية. نحن حللنا طريقة لعبهم من اليوم الأول. إنه فريق عظيم، نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالصبر وأن
ويجب أن نكون قادرين على التعامل مع نقلات الكرة، لكن فريقنا كله متحمسا، وهذه كرة العالم. وصدقيني عندما أقول بأنه لا توجد أي منتخب ولا أي فريق سوف يبطئ من وتيرة لعبه. السلام عليكم. محمد بونافع، نفط تي في الإلكترونية. سي وهبي كنتمنى لك التوفيق، ولكن كاين واحد الملاحظات على المستوى اوفونسيفمون. كنشوفوا بان سيباري ليس كل مره غتسلم الجره، وبالتالي واش عندك دي سوليسيون اخرين؟ لان ما لعبناش سي با جوور دو ميتي كيف كنقولوا امبورتونيست. واش عندنا حلول اخرى؟ السؤال الثاني هو ما يخص السباعي وجاسين. جاو كونفوكي في اللائحه، جربتي اللعابه الاخرين في الماتشات الاخرين وما جربتيش جاسين، واش كاين تحفظ او ان غير الوقت مازال ما حانش ليهم بجوج؟ Offensivement, je pense que nous on est très bien. On a 4 points, on se crée des occasions. Il y a des moments où on peut marquer des buts, il y a des moments où on doit marquer des buts. نحن في الترتيب المناسب. علينا أن نسجل أهداف. سجلنا أهدافا ونسعى إلى تسجيل المزيد من الأهداف في المستقبل. أنا أرى أن مركزنا مناسب وتحركاتنا في مربع التسجيل ممتاز، وهما الآن أن يغيروا الواقع على الأرض، وسوف يغيرون ذلك عندما ينزلوا إلى أرض الملعب. تتكلم عن يزين، ولكن يمكن للأمر أن ينطبق على أي لاعب آخر. حتى الآن خضنا مباراتين فقط، ونأمل بأن نتوصل إلى ربع النهائي. عندها سوف نتناول هذه المسائل. حتى الآن خضنا مباراتين فحسب. بعض اللاعبين لم يشاركوا حتى الآن في أي مباراة، ولكن عندنا مجموعة من اللاعبين الرائعين الجيدين لديهم خبرة. أحيانا قد يكون هذا اللاعب أو ذاك اللاعب أو لاعبون غيرهم. البعض سوف يبدأ أو سينتهي سيختتم المباراة. يعتمد حسب السياق من الخصم الذي نلعب في مواجهته، ولكن علينا أن نتحلى بقدر عالي من الصبر. وكل اللاعبين عندهم مستوى عالي جدا من الالتزام ويدركون أهمية التحدي، وعندما نحتاج إليهم سيكونون مستعدين ذهنيا، وقد تدربوا تدريبا جيدا. عندما يكون عندنا حصص تدريب وفي أيام المباريات نحن بحاجة إلى أن نتعافى بعد المباريات، وعندنا تكنيكات مختلفة وتكنيكات تعتمد على تبديل اللاعبين. أنا عندي سؤال لمنير. لنعد قليلا في الزمن إلى الوراء. مباراة ضد بلجيكا كنت تلعب في تلك المباراة. ما الذي سيحدث؟ ماذا كان سيحدث اليوم لو كنت تلعب مرة أخرى ضد بلجيكا؟ سوف Merci. Thank you for that. Everybody's supporting Ashraf. He's our standard in Morocco, so every time we will be behind him. في كل مرة سوف نؤازره بكل شيء. والأمر الثاني هو إن أحد الأسباب التي جعلت المدرب أن يحضرني معه هو ذلك. أنا دائما أعمل لكي نكون مستعد كل الاستعداد لمساندة الفريق، وهذا هو هدفي، أن أكون مستعدا على مساعدة ومساندة الفريق في كل الجوانب، على أرض الملعب، خارج أرض الملعب. وحتى إن لم أكن مشاركا في كأس العالم، لو كنت في أي مكان دائما سوف أقدم الدعم لمنتخب المغرب. هذا هو القميص الذي ألبسه، وهذا هو الهدف دائما. كوتش وهبي، كاين واحد سؤال عندي بخصوص، شفنا في الماتش البرازيل قمتي بتغييرات بمجرد غلب اللاعب الفردي على بعض اللاعبين، في حين امام اسكتلندا تعطلنا شويه في التغييرات مع نفس اللاعبين اللي غلب عليهم شويه اللاعب الفردي. وبغينا نعرفوا شنو هو السبب، واش لانهم نقدروا ما نشوفوهمش غدا، او لا غير يعني اختيارك انت كمدرب، او شفتك انت كيفاش كيبان لك تكتيك. بالنسبه للسؤال الثاني، كاين واحد المشكله اخرى، ان كنشوفوا احيانا انفرادات ديال اللاعبين امام المرمى وبامكانهم يسددوا ويماركيو، ولكن كيقلبوا على من يباسيو الكره. فكيفاش نحلوا هذه المشكله مستقبلا؟ Je dois répondre à deux problèmes alors. مساء الخير. عندنا مسألتين علي أن أتعامل معهما. لنعد إلى المباراتين. المباراة الأولى كانت سريعة الوتيرة، ولكنها كانت المباراة الأولى في كأس العالم. نعم، بعد 60 دقيقة أجريت تبديلات لأن بعض اللاعبين الأمر لا يتعلق بالاحتياجات الفردية بل بالضغط. هذا أمر مهم جدا. كنا بحاجة إلى مزيد من الدفع إلى الأمام بالكرة،
وفي المباراة الثانية شعرت بأنهم كانوا لائقين. نعم كانت هناك تبديلات في اللحظات المتأخرة في المباراة وهذا ما احتجنا إليه. بعض اللاعبين ربما شعروا بالتعب وأجرينا بعض التغييرات وأردنا أن نضمن بأنهم قادرين على الاستمرار لمدة 90 دقيقة. في المباراة الثانية جروا لمسافات طويلة جدا وهذه التبديلات كانت إيجابية للفريق. إن ما كان لها أثر إيجابي ما كنت لأفعل ذلك. الآن بالنسبة لإنهاء الكرة للإنهاء قلت ذلك، هناك فرص نضيعها كما هو الحال دائما. نحن بحاجة إلى عدد كبير من الفرص لكي نسجل الأهداف، ولكننا اشتغلنا على هذا الأمر من الناحية الذهنية وهذا أمر لا يسبب لنا أي قلق. نحن نحافظ على هدوئنا ونحاول أن نركز على الهدوء أثناء التدريبات وحتى في المباريات ونحن نحقق تحسن. لا أظن بأن هذه مشكلة، يمكننا أن نناقش هذا الأمر في مرحلة لاحقة وأنا متأكد من أننا سوف نتحسن في هذا الجانب. إن إنهاء في مواجهة البرازيل هذا تعبير قوي جدا من المغرب، وهناك كذلك احتمالية أن تلعبوا في مواجهة هولندا والعلاقة بينكم. هل سوف تواجهون الهولنديين أم أنكم ستتجنبونهم في الدور التالي؟ المباراة مع البرازيل كانت هي كأنها نقطة مرجعية للمقارنة. الكثيرون يتكلمون عن هولندا ولكن علينا أن ننتظر ونرى. بالتأكيد تلك المباريات التي تكون بمثابة مرجعية للمقارنة مفيدة. لا نعلم من سنواجه، فرنسا، البرتغال، الأرجنتين، فرنسا أو اليابان. الأمر المهم هو أننا مستعدون وأعتقد بأننا تمكنا من إثبات أننا قادرين. أنا لن أركز على خصم بعينه على وجه الخصوص. أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك. أنتم تقومون بعمل رائع مع المنتخب المغربي حتى الآن. في الماضي كنت مع فريق دون سن 20 ولكننا لا نعرفك كثيرا. هل يمكنك أن تحدثنا عن خلفيتك؟ من المدربين الذين كانوا مصدر إلهام لك؟ وهل هناك أي مدربين هولنديين ألهموك؟ لأني أعلم بأنك تحب المهاجمة في بلجيكا، ولكن كيف ستتعامل مع اللاعبين؟ Ouais, après je vais pas parler de mon parcours et comment je suis arrivé là, mais c'est vrai que j'ai été formé à Anderlecht et Anderlecht. أنا لن أتطرق إلى كامل الماضي الذي خضته. أما فيما يتعلق باستراتيجية اللعب، هذا هي أسلوب اللعب، كما أنني طورت أسلوبي في التدريب الدفاعي وهذا أمر مفيد لحارسي المرمى. أنا أعرف طريقة لعب كرة القدم في هولندا، اشتغلت مع الكثير من اللاعبين الهولنديين في الأكاديميات ومع العديد من الفرق، وأنا أعرف كرة القدم الهولندية معرفة جيدة وهم يهاجمون كثيرا، وبالتالي أنا أتمتع بهذه الخلفية وهذه الخلفية عانتني كثيرا وساعدتني كثيرا حتى في يومنا الحاضر. Oui, ça va faire la même chose, Inch'Allah. On a pregunta para Mohamedi. لعلي أكون أنا جالب الحظ السعيد لك. أود أن أسألك سؤالا وهو ما هي الأجواء في المنتخب بين أعضاء المنتخب هذه المرة الثالثة التي تشاركون فيها في كأس العالم؟ حدثنا عن مشاركتك الثالثة. الجواب: إن مباراة الغد مباراة مهمة جدا لنا لكي نواصل نمونا وتطورنا كفريق. هذه مباراة مهمة، هذه مباراة سوف تساعدنا على أن نتعرف على أنفسنا بقدر أكبر وأن نتعرف على أعضاء الكتيبة، والأهم من ذلك هو أننا سوف نواجه مراحل مختلفة تختلف عن المباراتين الأوليتين، وأعتقد نحن كفريق استجبنا بشكل جيد. نحن على قلب رجل واحد في هذا الأمر. نحن نعلم ما هي هويتنا ونعلم ما يتوجب علينا فعله، والفريق يتحلى بدافعية عالية جدا. منذ البداية التزمنا بالانضباط وتركيزنا منصب على كأس العالم هذا طوال الوقت. أنا أرى بأن فريقنا مستعد تمام الاستعداد، وقد تعاملنا بشكل جيد جدا مع طاقم التدريب
المغرب وجميع المغاربة يشعرون بالفخر منا. تلك العربية ومجلة السبور العربي. سؤالي بسيط بشكل سريع، واش ما كتشوفوش بأنه بعض المباريات غتحتاج مهاجم صريح؟ يعني on a besoin d'un attaquant comme Kaby qui peut vraiment faire l'efficacité devant le poteau, parce que quand j'ai revu le match contre la Scotland, vraiment on a pu sortir le premier mi-temps avec 3-4-0. واش ما كتشوفوش بانه في الشوط الاول تمكنا من تسديد اهداف وتسجيل اهداف. الا ترى اننا يمكننا في بعض المباريات ان نجد لاعبا او مهاجما حقيقي وان ننهي المباراه، لانه في النهايه كنا قلقين لان الدقائق الاخيره ضد المنتخب الاسكتلندي كان التوتر مرتفع جدا في نهايه المباراه، وشعرنا توتر في خطوط الدفاع في الدقائق الاخيره من المباراه. أنت تتكلم عن الهدف يبقى دائما بغض النظر عن الطموح. نحن لا إن الاستعانة بالمهاجمين طوال الوقت لن يحل كل مشاكلنا. نعم، المهاجمون يتقدمون بالكرة إلى الأمام وهذا قد يعقد طريقة اللعب، ولكن كما سبق وقلت أن كل يوم هم على استعداد لأن يشاركوا في المباريات. ومن الناحية الدفاعية نلعب بطريقة اعتيادية. الضغط كان 95%، ولكن هذه كانت لها أثر إيجابي لأن الفريق يجب أن يقاسي ويعاني مجتمعا لكي يدافعوا عن هدفهم، وتمكنا من حماية هدفنا وهذا جعل فريقنا أقوى. وطبعا تسجيل الأهداف يأتي من واقع التضامن والتكاتف بين أعضاء الفريق. الأمر الإيجابي من هذا الأمر هو أن الفريق تزداد قوته. وإشارة أنك ستكون الحارس الرسمي غدا ضد هايتي. والسؤال الثاني لمحمد وهبي، هل يفضل الاستمرار في الولايات المتحدة الأمريكية أم الذهاب إلى مونتيري في المكسيك؟ شكرا. ممكن هذا بجوز ولا المدرب ماشي هذا السؤال وجهه للمدرب وليس لي. هذا ماشي سؤال عليا، خاصك تسول المدرب، ولكن انا واجد الا غنكونوا غدار وما كونش انا ماشي علاش انا جيت هنايا. ممكن جو بونس نو كوتش دونك نعم جو سوي لا بور عندنا بحال اللي كل قبل، الا لعب ولا ما لعبش حنا نعاونوا ليكيب. هذا المينتاليتي ديالي ديما. دونك سي الا لعبت ولا ما لعبش ما تبدل حتى حاجه في الراس ديالي. Non, et pour rajouter, et je crois que Mounir, j'ai une grande confiance en lui parce que je sais que quand il joue, il aide l'équipe. Quand il joue pas, il aide l'équipe. Et donc voilà, ça fait. أنا عندي ثقة كاملة بمنير، وهو من القدرات المهمة في فريقنا، وعندما لا يكون مشاركا في المباراة وقد أظهر ذلك مرارا وتكرارا حتى وإن لم يكن في سيكون مستعدا في مونتري. إن سألتني ما هو تفضيلي أنا أقول إن الفوز على هايتي واللعب مع البرازيل. والهدف الأول هو والهدف هو أن نسافر مسافات أقصر، ولكن إن لعبنا هنا أو في مونتريال الوضع أو الأمر سيكون سيان بالنسبة لنا. a fait des premières mi-temps très abouties, vraiment avec une grande qualité et tout le monde. الشوط الأول رأينا مباراة ذات جودة عالية، ولكن في الشوط الثاني أحيانا شعرنا بنوع من التباطؤ أو الإجهاد. هل الأمر يتعلق بطريقة إدارتك للفريق؟ Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous dire que l'équipe nationale va monter crescendo en puissance et aussi avoir des secondes mi-temps comme les premières. هل يمكنك القول بأن الفريق سوف يتحسن وأن يتحسن تدريجيا؟ شكرا، أنت محق. الأشواط الأولى هي تكون فرص بأن نبرز جودة اللعب كرة القدم، ولكن لم تسجل علينا أي أهداف في الشوط الأول، وبالتالي لن يكون عندنا مستوى عالي من القلق في الشوط الثاني. البرازيل كانت عندهم
فرص كثيرة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. الأمر الآخر وهذه قاعدة ثابتة، أن عندنا خطة، نحن التزمنا بالخطة التي وضعناها، أدخلنا بعض التعديلات، سجلنا هدفا، سيكون الأمر سهلا، وإلا لعل اللاعبين قد يشعرون بمزيد من القلق ويحاولوا أن يكثفوا جهودهم. نعم، الشوط الأول ضد اسكتلندا يسعني القول بأنه كان أداء حسنا، كان أداؤنا أفضل مما كان عليه في المباراة الأولى. نحن لسنا قلقين، الفريق سيواصل تطوره ونموه من الناحية التكتيكية والبدنية وكذلك من الناحية الذهنية. سؤالي إلى منير، لقد أجريت معك مقابلة في 2014 وقلت لي بأن حلمك أن تلعب بكأس العالم. هل تغير حلمك بعد أن وصلت بعد 3 مشاركات؟ هل تحلم إلى أن تفوز بكأس العالم؟ الجواب نعم بالتأكيد. لما لا لنأخذ كأس العالم. عندما منذ طفولتي كنت دائما أطمح وأحلم بأن أشارك في مثل هذه البطولة. بالتأكيد هناك الكثير من المغاربة يلعبون كرة القدم وهم بالفعل يرغبون بالارتفاع بكرة القدم المغربية إلى بالتأكيد. من حين إلى آخر أنا أعطي هذه الرسالة للمستجدين في فريقنا، للاعبين المستجدين، لأن يضيفوا قيمة إيجابية للإحصائيات ومكانتنا الراهنة. إن الوصول إلى هذا المستوى الآن ليس أمرا سهلا علينا أن نحافظ عليه في كأس العالم هذا، وبعون الله فريقنا مستعد وسوف يبقى مستعدا. وكما سبق وقلت لكم نحن أقوياء بدنيا وتكتيكيا وذهنيا، نحن مرتاحون، وبالتأكيد بعون الله سوف نقطع شوطا بعيدا ونذهب بعيدا ونسعد الجمهور المغربي. في نهاية المطاف هدفنا هي أن نجعل الشعب المغربي فخور بهذا المنتخب. سؤالي إلى حمدي منير، المنتخب المغربي يأتي إلى هذه البطولة كبطل أفريقيا، وكيف ساعدكم هذا الأمر؟ هل أعطاكم معطيات لكي تقطعوا شوطا بعيدا في كأس العالم هذا؟ ولم لا؟ هل تطمحون بأن تفوزوا بكأس العالم؟ بعد الإصابة التي تعرضت لها في كأس أفريقيا علمتني درسا مفيدا. علينا أن نتعلم الدرس. يمكن لكرة القدم أن تكون غدارة، وبالتالي علينا أن نفكر بالأداء. هذه المرحلة التي وصلنا إليها الآن نحن نركز بمباراة الغد، نحن نأخذ الموضوع خطوة تلو الأخرى. محط تركيزنا الآن هي مباراة الغد. نحن نعلم خلفيتنا، نعلم أصلنا والجهود التي بذلناها لكي نصل إلى هذا المستوى. هذا أصبح أمر من الماضي. نحن أنا بالنسبة لي الأمر المهم هي مباراة الغد. شكرا. هل عندكم أي انطباق عن المنتخب البرازيلي، اللاعبين والمدرب، وبرأيك إلى أي مدى يمكن أن يصل المنتخب البرازيلي في هذه البطولة؟ كما أنني أشعر بأن البرازيل سوف تنمو. فازوا المباراة 3-0 وأظن بأن المباراة سوف تواصل نموها. إنهم منتخب من العيار الثقيل. خضنا مباراة واحدة معهم ويمكنكم أن تروا بأنهم قادرين على تحقيق النصر، ويمكنكم أن تروا ذلك بأن البرازيل قادر على التنافس العالي وسوف يصلون إلى مرحلة الإقصاء. يمكنهم أن يقطعوا شوطا بعيدا، وفريقهم محكم ويعرفون كيف يلعبون مباراة كرة قدم أو يقدموا أداء كروي محكم فيما بينهم، وأنا أعتقد بأنهم سوف يذهبون بعيدا في هذه البطولة. سؤالي للمدرب، أنا من المكسيك. قبل قليل تكلمت عن الانتقال في مواجهة هايتي. إلى ما مدى صعوبة تحقيق التوازن من حيث وإنقاذ الكرة وكذلك موضع حكيمي على الجانب الأيمن وتغطية كل المناطق في الملعب؟ الجواب أعتقد أننا لعبنا بنفس الطريقة في كل المباريات وتمكنا من تسجيل أهداف في كل الانتقالات في الكرات الطويلة. الأمر يتعلق ببناء الهجمات وكذلك من الذي سيدافع، وعلينا أن نفكر بالهجمات المرتدة. يجب أن نعزز حضورهم وأن يواجهوا
الهجمات المرتدة، لأنه يمكن أن نقوم بهجمة وهناك بعض اللاعبين الذين سوف يهاجمون وهناك آخرين الذين يسعون إلى تسجيل الهدف. كلا، يجب عليهم أن يفكروا أين يجب أن يكون موقعهم في الملعب لكي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. إن تحولت الكرة وأصبحت هجمة مرتدة الآن بالحديث عن حكيمي، أظن أن الأمر أنه أخطر على خصمنا منه علينا. أولا هذا سؤالي، نحن كلنا ثقة بمنير. سوف أبدأ بسؤال منير. أنت بأهميتك بقدر أهمية ياسين بونو. أمس بونو هل هو مصاب أم غير مصاب؟ هل يمكن أن تعطينا معلومات عن بونو؟ هل هو بخير؟ لا أعلم ما الذي سمعته، لكنه بخير. أنت هل سمعت أنه أصيب، أنه تعرض لإصابة؟ كلا، لم يتعرض لأي إصابة، إنه بخير. أنا صادق معكم، لم يتعرض لإصابة. لا أعلم ما الأخبار التي سمعتها أو من أين مصدرك. أنتم صحفيون وإعلاميون، يجب أن تكونوا قادرين على التحقق من المعلومات، ولكن أؤكد لكم بأن بونو بخير. شكرا. تابعنا المؤتمر الصحفي للمنتخب المغربي الذي نشطه محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي ومنير محمدي الحارس الثاني للمنتخب المغربي. في أبرز ما جاء في هذا المؤتمر أكيد أنه أجوبة محمد وهبي كانت متحفظة إلى حد بعيد، شخصية هذا المدرب تعكس ذلك. من أبرز ما قال بأنه اللاعبين هم جاهزون تماما لهذه المباراة ولا غياب من الغيابات عن المنتخب المغربي بسبب الإصابة أو أي شيء آخر. قال بأنه التشكيلة المثالية لمواجهة هايتي سأضعها أنا وأنا سأكون المسؤول عنها. وقال أيضا بأنه قد تكون هناك تغييرات وقد لا تكون هناك تغييرات حسب الضرورات الموجودة في تلك المباراة مع منتخب هايتي. وقال بأنه منير محمدي يقدم الدعم اللازم لزميله ياسين بونو ولكل لاعبين في المنتخب، وقد يكون كذلك حارسا لربما في مرمى منتخب المغرب في مباراة هايتي وقد لا يكون كذلك. وتحدث عن مسألة تأخره في إجراء التغييرات في المنتخب المغربي، وقال هذه مسؤولية المدرب والعبرة بالنتائج في نهاية الأمر.